السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض التريليتشا او كيكة الحليب التركية، او زي ما بنقول عليها في مصر القشطوطة. ايا كان اسمها، المهم ان انتوا هتعملوا احلى كيكة هتجربوها في حياتكم. وكنت عملتها معاكم قبل كده على القناة بصوص المانجا وبطريقة الاسبونش. المرة دي هنعملها مع بعض بطريقة الكيكة العادية وبصوص الكراميل. وهنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعملها بطريقة اقتصادية على قد ما نقدر. حطي لايك للفيديو ونسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. هنشتغل يا بنات في العجان، اللي ما عندوش عجان هيشتغل في قلب بولة عادية بالمضرب اليدوي. ما عندكيش اللي هو الكهرباء، اشتغلي باليدوي على طول، مش هيقول لا، وبرضه هتطلع معاكي زي الفل. انا حطيت في العجان 4 بيضات. تمام كده، فضلت اضرب فيهم من غير اي حاجه خالص، ولا حطيت لهم اي مكونات غير البيض فقط لا غير. فاول ما هيتضرب معايا والفوليوم بتاعه هيعلى كده ويعمل فوم عالي، هبدا انزل بكوبايه من السكر زي ما انتم ما شايفين كده، واحده واحده لحد ما اخلص اخر حاجه في السكر. كاننا يا بنات بنعمل بطريقه الاسبونش العادي. السكر الحبيبات دوت لما تكوني شغاله بيه يا ريت تشتغلي بيه ناعم. تمام. ليه؟ لانه بيديكي فوم عالي جدا. كل ما بتنزلي بصي الفوم بيعلى ازاي، كاني حاطه محسن. يعني هي كيكه يوميه عاديه، بس لما بعملها بالطريقه دي بتديني ارتفاع عالي. واحده واحده كده. بعدها هننزل بقى بنص كوبايه من الزيت. زيت يكون يا بنات ما يكونش ليه ريحه، يعني يكون زيت كويس. وانزل برضو بالزيت بنص الكوبايه ديت حبه بحبه زي ما انتم ما شايفين كده. ليه بنعملها كده او ليه بنعملها بالطريقه ديت؟ بحيث ان هي تدينا القوام بتاعها كانه سبونش. يعني هي اول ما هتشوفوها بعد ما تستوي هتديكي قوام السبونش بالظبط. خلاص كده خلصنا الزيت. هننزل بالايه؟ بمعلقه من الخل. انا بحب الخل يا بنات في كل المعجنات، في كل الكيكات، ما بحبش استغنى عنه. مش عايزه الخل، تمام، حطي فانيليا. وبعدها بننزل بكوبايه من اللبن زي ما انت ما شايفه كده. هتنزلي واحده واحده بعد ما كل المكونات تكون دابت، بتنزلي باللبن اخر حاجه كوبايه من اللبن. تمام كده. انا هنا بقى هنشتغل في الدقيق بتاعنا. الدقيق بتاعنا انا هحط كوبايتين ونص، المقدار كله على بعضه كوبايتين وربع من الدقيق، وعليهم ربع كوبايه من النشا. والمعلقتين بتوع البيكنج باودر اللي انتوا شايفينهم دول، هي بالظبط هتديكي معلقه ونص من البيكنج باودر، او 16 جرام، يعني كيس كامل. يعني انت لو ما عندكيش بتاع دوت سايب بيكنج باودر سايب، خلاص تمام، اشتري كيس من البيكنج باودر حطيه كله. تمام كده. وهنبدا ننزل على الخليط بتاعنا معلقه معلقه زي ما انتم ما شايفين لحد اخر حاجه في الدقيق. في الوقت ده يا بنات وانتوا شغالين هتبقوا مولعين الفرن بتاعكم على اعلى درجه. تمام كده. وتبداي تنزلي بالدقيق كله. خلص الدقيق كله، تمام، تبقي مبطنيه الصينيه بتاعتك بشويه من الزيت، وتعفريها بشويه من الدقيق، وتنفضيها كده او تخبطيها كده على الرخامه عشان كل الدقيق الزايد ينزل منها. وانزل بالخليط بتاعي في صينيه مقاس 30 في 40. انت مش عايزاها تبقى بالمستوى اللي هيطلع دلوقتي قدام عينك ده، خلاص تمام. اعمليها في صينيه اصغر من كده، اعمليها مثلا في صينيه 20 في 30. وبتحطيها في الفرن على اعلى درجه، اعلى درجه حراره. تقعد لمده يعني بالظبط 10 ل 12 دقيقه، وبتكون طلعت زيها زي الاسبونش يا بنات بالظبط في الرف الاوسط على اعلى درجه حراره. وبتطلع زي ما انت ما شايفه كده. تبرد معانا. بعد ما بتبرد بتنغذيها بشوكه او بخله، وتسقيها باللبن اللي انا هقوله لك. هي بتاخد في الطبيعي بتاعها كوبايه لبن، كيلو لبن، عفوا كيلو لبن. بس انتي تقدري تعملي ايه زي ما انا ما هعمل كده. انا الاول حطيت لها كوبايتين، وبعد كده هنزل عليها بكوبايه كمان. في التقديم وانتي بتقدمي هقول لك بقى في التقديم هتعملي ايه. هنزل هنا بقى بالكريمه بتاعتي. انا يا بنات بشتغل بكريمه ريتش المتحده. الريتش المتحده في الطبيعي بتاعها كوبايه الكريمه عشان هي تقيله وخام بتاخد كوبايه كريمه عليها كوبايتين من الميه عليها نص كوبايه من السكر. بس انا المره دي هحط كوبايه من الكريمه عليها كوبايه ونص من الميه عشان انا عايزاها تقيله شويه. تمام كده. وهبدا اضربهم مع بعض لحد ما الفوليوم بتاعهم يعلى، وابدا امشيها على وش الصينيه. انا هنا زودت كوبايه كمان. تمام كده يا بنات. انت ما تزوديش اكتر من كده. ليه؟ بتبقى بتشرب لو هتحطيها في التلاجة، لان انا جربتها وحصلت معايا. بتقعد في التلاجة بتعجن. ليه؟ لان لو قعدت مده هتاكليها اوريدي على طول. خلاص كتري فيها اللبن زي ما انت عايزه لحد ما تشرب اللبن بتاعها. عايزاها متماسكه زي ما انا ما هعمل كده. انا بحط كده زي ما انتم ما شايفين، وبخلي الكوبايه الاخيره اللي هي باقيه من الكيلو لبن بسيبها بره. كل اللي عايز بقطع له قطعه واحطها له في قلب الطبق، واخليه ياخد اللبن اللي هو عايزه في قلب الايه الطبق بتاعه، اللي هو الطبق اللي بيبقى خلاص هياكل منها اوريدي. القطعه خلاص كده اتظبطت وهياكل فيها على طول. وانا هنا حطيت كوبايه الكريمه
كلها يا بنات، ما سبتش منها ولا اي حاجه غير بس حبه صغيرين علشان همشي بيها من على الوش، هتشوفوها معايا دلوقتي. وسبتها في التلاجة تسقع تمام كده، سويتها بسباتيولا وخليتها زي الفل. وهنا هنبدا نعمل الكراميل بتاعنا. جبت كوبايه من السكر وحطيتها في طاسه كبيره زي ما انتم ما شايفين كده، وسبتها على نار هاديه جدا فوق ما تتصوري لحد هي ما بدات تسيح زي ما انتم ما شايفين كده. خلاص السكر كله ساح تمام كده، في حروف ما ساحتش، ادخل بقى الحروف دي على اللي ساح في النص وابدا اقلبهم. في الوقت ده تقدري تقلبي، قبل كده ما تقدريش تقلبي، لحد ما هيسيح معاكي تماما وهيبقى سائل، وهتشوفيه معايا دلوقتي. تمام كده. بصوا يا بنات شكله كده سايح، ولسه هيسيح عن كده كمان، اكتر من كده كمان. اول ما يسيح بقى في المرحله دي مش عايزاكي تكتري عليه، تنزلي عليه بمكعب من الزبده. هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. بمكعب من الزبده يبدا يسيح فيها، وبعد ما يبدا يسيح تنزلي بكوبايه ميه زي ما انت ما شايفه كده. كوبايه ميه دي انا نزلت بيها ساقعه، انت بقى من الافضل ان انت تنزلي بيها سخنه. ليه؟ هيفك معاكي بسرعه ومش هيتكتل. بس انا بصراحه بخاف من الكوبايه الميه السخنه، لان الطاسه عندي مش غميقه قوي، فممكن تطرطش وتطلع بره، بيحصل فوران بالميه السخنه. فانا قلت احطها ساقعه وابدا ادوبها واحده واحده، ايه لحد ما تفك معايا. فكت معايا، هنزل عليها بمعلقه من النشا على نص كوبايه من الميه، وابدا انزل بيها واقلب. يبرد معايا احطه بره. اهم حاجه يا بنات يبرد، اوعي تحطيه على الكريمه سخن. تمام يا بنات، واوعي يعني يغمق معاك الكراميل، تحسي بمراره. لو مرر معاكي خلاص هيترمي ملوش اي لازمه. لازم يوصل لمرحله معينه، اول ما يبدا يفك تنزلي عليه بمعلقه الزبده اللي انا ايه قلت لك عليها دي. خلاص هو كده بقى معانا تمام التمام، وبقى تقيل واداني القوام اللي انا عايزاه. حطيته بره في بوله برد. اول ما برد معايا خدته حطيته على وشه زي ما انتم ما شايفين كده بتاعت الكريمه، لاني انا لو حطيته فوق وش الكريمه وهو سخن هيسيح لي الطبقه بتاعت الكريمه. كوبايه واحده من اللي انتوا شايفينها، اللبانه الصغيره بتاعت اللبن دي كفايه قوي. بس احنا طبعا عندنا بيحبوا الكراميل زياده عن اللزوم، فانا حطيت الايه اللبانه التانيه. يعني انا عملت كده لبنتين من الكراميل، كنت اقدر اخد كوبايه واحده منها، يعني ديت بمقدار كوبايه كانت كفايه وكانت تكفي قوي. خلاص مش مشكله، حطيتها كلها كامله تمام. هتبداي تفرديها بقى وتسويها زي ما انت ما شايفه كده. وشويه الكريمه اللي انا قلت لكم سبتهم على جنب، خدتهم حطيتهم في كيس حلواني، وهبدا امشي بالخطوط زي ما انت ما شايفه كده. تمام كده. هتمشي خطوط عرضيه بالكريمه، تفتحي فتحه صغيره وهتنزلك الخطوط العرضيه اللي انت شايفاها، وبخله تبداي دي تفضلي رايحه جايه عليها. الاول تروحي كلهم مره واحده، وانت راجعه ترجعي مره واحده، او ان انت تروحي وترجعي تروحي وترجعي، اي حاجه على حسب ايدك ما تجيبك. المهم ان انت هتطلعيها بالشكل اللي انت هتشوفيه قدامك ده، وتبقي عملتي احلى كيكه تريليتشا احسن ما تجيبيها من بره. شوفي القطعه من بره بتكلفك قد ايه. يا بنات اي حاجه بتعملوها في البيت والله بتبقى قمه في الجمال. وحتى لو ما بتعرفوش تعملوا، مع الوقت ومع التمرين كل حاجه هتطلع من ايديكم حلوه. ابداوا بمقادير صغيره، مش عايزاكم تبداوا بمقادير كبيره. هتلاقوا الحاجه بقت سهله معاكم وماشيه معاكم زي الفل تمام، تبداوا تعملوها. وان شاء الله مره على مره هتتحفزوا وهتعملوا كل حاجه كده. انا خلاص سقعتها معايا، وهبدا بقى ان انا ايه اقطعها. هنمسك سكينه، بصراحه انا هقطعها يعني التقطيع العائلي، هعمل القطعه كبيره شويه. تمام كده. وبرضه هعملها بالعرض. الصينيه دي هعملها على 12 قطعه. انت عايزه تصغري القطع عن كده مفيش مشكله، عايزه تسيبيها كبيره زي ما انا بعملها كده مفيش مشكله. ولو عايزه تعملي صينيه صغيره يا بنات زي ما قلت لكم في اول الفيديو، تقدري المقادير دي تحطيها في صينيه صغيره، هتطلع لك الكيكه مرتفعه وعاليه. بس انا بصراحه بحب ارتفاع الكيكه كده، انا شايفه ان مستواها كده كويس. مقاس 30 في 40 ده بالنسبه لها كويس جدا. بصوا القطعه بقى عامله ازاي، قمه قمه في الجمال. مش عشان انا عاملاها والله، لا ابدا، علشان انا شايفه كده هي يعني بصي الارتفاع بتاعها كده كمين جدا، جميل جميل. والارتفاع بتاع الكريمه برضو قمه في الجمال. بصي بقى طريقه ازاي. انا بقى اولادي هيقولوا لي لا احنا مش عايزينها كده، هم بيحبوها غرقانه. هجيب لكم بقى بعد المشهد اللي انتوا هتشوفوه ده، او بعد الحته الصغننه اللي هتعدي من الفيديو ده، هجيب لكم مقطع تاني انا ببقى مغرقاها لبن وباجي اقطع منها بتبقى غرقانه. لو انت حباها بالشكل ده تمام، مش حباها بالشكل ده وحباها غرقانه باللبن، خلاص غرقيها باللبن. القطعه تبقى في قلب الطبق فقط لا غير، وتغرقها لهم باللبن. بصوا يا بنات الارتفاع بتاعها مكان الصينيه، يعني بصوا اللبن فيها قد ايه. ومع ذلك هم بيحبوها غرقانه لبن اكتر من كده. اهو انا حطيت كده فيها لبن. بصوا يا بنات لما نيجي نقطعها ركزوا بقى فيها. هنا دي الصينيه، لكن انا هوريكم في الطبق دلوقتي وانا بقطعها هتلاقوها، يعني مش عايزه اقول لكم دايبه غرقانه لبن. بصوا كده هنا بقى انا حطيت لها لبن في الطبق، شايفين عامله ازاي. تقطعي كده مجرد ما بتضغطي بالشوكه بتنزل لك لبن كتير. والكيكه دي بتتعمل بوصفات كتير يا بنات، ان شاء الله نبقى نعملها مع بعض على القناه.
بطرق كتير. وبكده وصفة النهاردة تكون خلصت. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.